السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بس اهم حاجة ان انتوا كويسين وتمام. عملتوا ايه بقى وبتعملوا ايه الايام دهيت؟ ومين اللي صايم ومين اللي مش صايم؟ انا عايزة اقول لكم بقى ان بدأنا الفيديو كده مش من الصبح. انا مصوره لكم المقطع ده بعد الفطار، يعني بعد المغرب كده قرب العشاء. قلت بقى اقعد كده اخد استجمام واريح نفسي واخد حاجة حلوة، ويعني نقضي الليلة كده ونرتاح، وتاني يوم نقوم بقى كلنا النشاط كده ونشتغل ونبهدل الدنيا شغل. كمان عايزه اقول لكم على كام حاجه مهمين هم الصراحه ولازم اقولهم، وانا شفت ان انا لازم اقولهم. انا فكرت كتير وترددت كتير قبل ما اقول لكم الكلام ده، بس قلت لا، لازم فعلا ان انا اقول لكم، وان انتوا يعني انا عارفه ان في كتير قوي اغلب المتابعين اللي عندي شبهي، فعشان كده وعشان انتوا شبهي يبقى لازم تعرفهم. ولازم تحطوا الكلام اللي هقوله ده حلقه كده في ودنكم زي ما بيقولوا. بصوا بقى الدلع والحركات. بصوا حبه يعني وحده الدونت دي روقت علينا، وحبه القهوه كانوا تحفه. القهوه انا عملتها ساده بما اننا بناكلوا حاجه حلوه معاها، فنعملها ساده بقى، وكفايه سكر كفايه الشوكولاته اللي في الدونت. بصوا بقى هنقوم تاني يوم وهنعمل ايه. طبعا اليوم ده او الحبه الراحه اللي انت هتاخديهم دول هم اللي هيهيئوكي لتاني يوم تقومي تعملي كل حاجه كده وتكركبي الدنيا شغل وتبقي مرتبه نفسك. هنا بقى تاني يوم الصبح اهو قمنا من بدري. في ناس سالتني على المنشر ده. المنشر ده انا اللي عاملاه بايديا يا جماعه، مش شارياه. هو فيه مناشر بتتباع خشب بس مش زي ده. فكره عمايله واضحه قدامكم اهي، ممكن تاخدوها سكرين شوت. لو انت مش هتعرفي تعمليه وري بس الفيديو ده لاي نجار وهو هيقدر يعملهولك بكل بساطه. عودين خشب، 4 عيدان خشب مقاس بعض، كل عودين هتعمليهم حرف اكس او اللي هو يعني علامة في، وهيتركب لهم سماويل. وبعد كده هربط بين الناحيتين بخشبتين قد بعض نفس مقاس المنشر اللي هو من فوق. وبعد كده هنخرم بالشنيور وهنعدي فيه الحبل رايح جاي رايح جاي، ندككه كده لحد اخره ونربط الحته اللي في الاخر. وكان الله بالسر عليم. وعايزه اقول لكم بقى المنشر ده انا يعني المناشر غاليه جدا، وانا جايبه كذا منشر من الحديد مفيش واحد فيهم عايش. اقصى واحد عاش عندي سنه. شوفوا ده بقى انا عاملاه وانا حامل في صالح، دلوقتي ماشي في السنتين اهو، لان صالح ما شاء الله عنده سنه و4 شهور، وانا كنت قبل ما اولد صالح بحوالي قولوا شهرين، يعني بقى له سنه ونص اهوت، يعني ماشي فعلا في السنتين ما شاء الله زي الفل. في الصيف هينفعك، في الشتاء هينفعك. في الصيف بنشر عليه لما الحبال عندي تتملي، يكون عندي غسيل ياما والحبال اتملت خلاص بنشرها عليه. وكمان بنشر عليه الحاجات اللي اخاف تقع والناس تشوفها، يعني حاجات كده يعني خاصه بتاع، بنشرها برضو عليه، بيكون حلو جدا بدل ما تضطري انك تنشريها ورا الغسيل ويطلع يدخل ابنك بقى الرخم اللي فيهم زي محمد ابني عسل والله، يدخل كده ويروح جاي يلم حاجة او اتنين يروح موقع لك حاجتك في الشارع او حاجة بنوتك او ما شابه. فهو انقاذ. المنشر ده لازم يكون موجود في كل بيت حتى لو عندك 10 بلكونات. في الشتاء بقى لما الدنيا بتشتي بينقذني، وبنشر عليه برضو كل حاجة. عايزة اقول لكم كمان بنشر عليه للحفة بيفردها كده وبتبقى جميلة وبيبقى الشمس طايلاها. تمام، ان شاء الله تعملوه تتهنوا بيه، وكل اللي عملوا ورايا ربنا يهنيه ويسعدوا بيه. بعد كده بقى دخلت لكم على البلكونة. اساس نظافة البيت هي البلكونات، هي اللي بتاخد من بره تحط جوه. مسكت الشيش ما كانش عاجبني خالص ودعكته الدعكه اللي هي. وبعد كده بقى انا كنت قافله الصرف بتاع الميه عشان ما ضايقش الجيران اللي تحت. بيقولوا ان الهواء بيطير الميه عندهم في البلكونه، غير كمان ان كان في عربيه حد راكنه تحت. فقلت لا ما بدهاش، قفلت الصرف سديته، وزي ما انتم شايفين كده لميت الميه باللي هي يعني الفوطه بتاعه المسح كده وبايديا عادي ولميتها. مش مهم طبعا الحركه دي متعبه شويه، بس ولا زعل حد ولا حد يزعل مني، كده احسن. وكده يعني انا ارتاح اكتر ما امسحها وبعدين حد مثلا يزعل او كده. رغم ان طبعا المفروض ان المزراب طويل ومنه للشارع، بس ما فيش مشكله، انا احب كده ما ازعلش حد ولا احب الزعل اصلا. فقفلت المزراب او الفتحه اللي هي بتاعه الصرف، رحت سدها كده بحاجه ومسحت وخليت الدنيا زي الفل. وسقيت بقى البتاع اللي اساسا الزرع فيها كله وقع ده، بس هجيب لها بذر نعناع كده وازرع فيها نعناع صغير، لان شاليه النعناع بتاعتي ايام العاصفه دي
طارت. يعني الحمد لله طارت، اتدششت في الارض بتاع البلكونه، الحمد لله ان هي ما وقعتش في الشارع. بصوا بقى هنا نظام الصالون، شايفين بقى النظام ده ايه رايكم فيه؟ انتوا طبعا قلتوا لي لا احنا عايزين الصالون يبقى زي ما كان في الصاله وكده، زي ما كان في الصاله اهو. وعملت الحته الفاضيه اللي وراها على الاقل لو حبيت افتح الشباك او اجيب كرسي واقعد تحت الشباك يبقى كده خلاص. الحته اللي وراه دي فاضيه زي ما كان في كده حته فاضيه ورا الركنه، وضمته كده على بعضه. مسكته بقى تلميع، مسحت الخشب بتاعه كله، وبعد كده الله اكبر الله اكبر واشهد ان لا اله الا الله، هنصلي ونرجع تاني. بصوا بقى مسكت اللي هو باور الفتاك ده بتاع توفا، وبقيت احط منه لو في اي بقعه كده ولا كده. القماش ده بيتبقع بسرعه جدا، عشان كده قلت لكم انا عايزه احط بياضات كده، عايزه اعمل جو قديم يعني في الصالون، بس عشان لسه فاضل على العيد اسبوع انا مش هفرش الكلام ده دلوقتي. انا طبعا البياضات دي عايزه افصلها على ايديا، في ناس بتقول لي في جاهزه، فانا هشوف يا اجيبها جاهزه يا افصلها على ايديا. بس بقى عايزه اقول لكم ان شاء الله باذن الله الديكورات دي انا بفرشها في الاخر، يعني قبل الوقفه بيوم كده هتلاقوني بفرش وبروق على نفسي، عشان يوم الوقفه ان شاء الله ناويه اقضيه بره خالص كده، اللي هو ايه فسح وكلام من ده ان شاء الله باذن الله. هو العيد كله عباره عن الايام دهيت، في العيد بقى اكل ونوم وكده. يعني هو دلوقتي احنا في العيد، فعيدوا وانبسطوا بالعيد كده وشوفوا هتعملوا ايه. بتبقى فرحه قوي، موضوع البيت ده بيبقى فرحه. انا بستغرب لما يكون حد مش مهتم بموضوع البيت ده. انا لما بعمل كده في البيت مش بعمل كده عشان ضيوف ولا حاجه، يعني الضيوف ما بتقطعش بعضها دلوقتي عند الناس، بس عشان احنا نفرح، نحس بالبهجه ودخلة العيد والتقاليد اللي اتربينا عليها ما تضيعش من جوانا. فانا بحب كده قبل العيد. وخر جوزي اتعود يقول لي قبل العيد لازم شقتنا تبقى على البلاط. قلت له بس كده انت اتعودت خلاص، انت بقالك معايا 18 سنه وعشره، داخلين في ال 18 سنه، فالمفروض خلاص اتعودنا بقى قبل العيد شقتنا على البلاط. المهم دخلت بقى على الاوضه بتاعتي وبدات ان انا هروقها بقى هي رخرة، وهنضفها من الاعماق واخليها بس اوقفها برده على الفرش. بفرش لها اي طقم سرير، ما بفرش بقى طقم السرير اللي هو بتاع يوم الوقفه. لو انتوا تلاحظوا حتى انا شايله اطقم السراير الجديده ومحافظه عليها عشان يبقى لها زهوه وبهجه يوم الوقفه كده. قبل الوقفه بيوم ما افرشها يبقى لها زهوه وبهجه جميله وتفرق كده مع الدنيا ومع شكل الدنيا. فانا بشيل ملايات عاديه وبحط ملايات عاديه. بصوا بقى الكلام اللي انا هقوله لكم ده مش انا بقوله كلام وخلاص، والله ابدا ابدا ابدا. اللي انا هقوله لكم ده عن يعني حاجة انا عايشاها بالذات، اكتر فترة عشتها هي الايام اللي فاتت في الموضوع ده، وهو الكسوف. بطلي تتكسفي. هتقولي هو في ست ما بتتكسفش؟ ده الحياء شعبة من شعب الايمان. هقولك طبعا الكسوف ده بالنسبة للست ان ما كانش هو الست نفسها، يعني الحياء والكسوف، بس مش الكسوف ده اللي انا قصدي عليه. لازم الست تكون بتتكسف وعندها حياء وعندها خشة وكل ده. انا قصدي على كسوف تاني خالص. هو ايه؟ هو انك ما تتكسفيش تقولي لا على حاجة وقتها مش مناسب معاكي، او انت مش هينفع تعمليها دلوقتي، او مكان مش هينفع تروحيه دلوقتي، او مشوار مش هينفع تقضيه لحد دلوقتي. ما تجيش على نفسك عشان خاطر حد. ما تتكسفيش انك تقولي لا، او مش نافع، او ظروفي ما تسمحش، او والله معيش. لو حد طلب منك حاجه ما تطلعيش اخر جنيه في قوتك ويبقى معكيش غيره، وممكن تطلعي اللي معاكي ده على اساس ان حد قايل لك انا محتاج الفلوس دي وانت معكيش غيرها. لو معاكي ادي ربنا يفك اللي بيفك الناس. لكن لو كانت اخر فلوس معاكي ما تتكسفيش انك تقولي معيش غير الفلوس ده هي. وعامه الكلمه دي ما بقتش تكسف دلوقتي، فاوعي تتكسفي انك تقولي لا على اي حاجه. لو محتاجه انك ترتاحي او تنامي ويوم تعبانه فيه وحد اتصل بيكي، ما تتكسفيش تقولي انك تعبانه اليوم ده ومحتاجه ترتاحي. ما تتكسفيش تقولي انك مش فاضيه اليوم ده ووراكي حاجات. ما تتكسفيش تقولي ان ولادك عندهم حاجه معينه وانت المفروض تكوني معاهم وتتحرجي وتقولي لا طيب انا جايه حاضر من عينيا الاتنين. اوعي تتكسفي وتعملي كده. صدقيني اللي انت هتتكسفي انك تكسري خاطره ده، رغم ان ده ملوش دعوه بجبر خواطر. جبر خواطر من اجمل، يعني من اجمل حاجات الدنيا، بس ما تتكسفيش انك تقولي الوقت مش مناسب. طول ما الوقت مش مناسب ما تجيش على نفسك عشان خاطر حد، عشان يوم ما هتحتاجي لنفس الشخص ده عمره ما هيجي على نفسه عشان خاطرك، وعمره ما هيسيب اللي وراه عشان خاطرك، وعمره ما هيتنازل عن حقه عشان خاطرك، وعمره ما هيتكسف يقولك لا. ساعتها هو اللي هيقولك لا. هتيجي تحت درسه في يوم من الايام وهيقولك لا، وهيرفض وهيتمسك بحقه وهيتمسك باللي وراه وهيقولك لا والله مش فاضي النهارده، انا ورايا شغل، لا والله ده انا ولادي مش عارفه رايحين فين، كان نفسي والله اكون معاكي بس معلش. وهتلاقيه بيقولك كده.
هو مش هيتكسف او هي مش هتتكسف. فعشان كده انت كمان ما تتكسفيش وتيجي على نفسك عشان خاطر اي حد. لازم تعملي لنفسك حدود، وتعملي لنفسك ان انا دلوقتي ورايا حاجه معينه بخصوص بيتي، بخصوص جوزي، بخصوص ولادي، بخصوص اي حاجه تخصهم. انا مش هتكسف اقول ان والله اليوم ده انا مش فاضيه فيه، اليوم ده انا هيبقى عندي ضيوف فيه. لو حد حتى جايلك ما تتكسفيش تقولي ان اليوم ده مش هتكوني موجوده في البيت. ما تقوليش لا تعالوا وتلغي مواعيدك او سفرك او شغلك او حياتك، او لو رايحين مثلا تتفسحي انت وولادك في حته وطالعين بحر، ودي حصلت معايا، وتلاقي حد على فجأة بيقولك ايه انا جاي، فما تروحي مكسوفة بقى تقولي له مثلا ان احنا والله ده احنا مرتبين ان احنا نخرج او نسافر او نعمل، فتعالى والله ومش عارفه ايه من عينيا. لو انت اتحطيتي في نفس الموقف معاه وكنت رايحه له يقولك معلش والله ده انا ماشي، ده النهارده الولاد مسكوا فيا وقالوا لي يلا بينا نسافر، وساعتها هو مش هيتحرج او هي مش هتتحرج تقولك انا النهارده مش فاضيه. فانت كمان ما تتكسفيش، واما تكوني مش فاضيه او معكيش فلوس او معاكي فلوس لحاجه معينه لبيتك، اوعي تتكسفي وتتنازلي عن حقك ده لاي حد. ساعتها وساعه ما انت اللي تحتاجي مش هتلاقي حد يديكي نفس الحاجات او يعمل معاكي نفس الموقف اللي انت عملتيه معاه. وده يعني اللي هيفهم كلامي صح هيفهم ان انا نيتي خير، وان انا مش قصدي خالص لا على فعل خير ولا على حاجه تكوني بتعمليها لحد كويسه. انا كلامي واضح ومفهوم، فيا رب كده تفهموه. انا عارفه ان في ناس ياما قوي الكسوف بيوديها في داهيه، الكسوف بيخليها تعمل حاجات كتير قوي هي مش وقتها معاها، مش ظروفها معاها، ظروفها ما بتبقاش تسمح بيها وبتعملها من باب بس ان هي محروجه انها تقول لا، او محروجه ان هي تقول انا مش فاضيه النهارده او مشغوله النهارده بس كده. فوالله العظيم انا بقول لكم كده عشان انتوا اخواتي، وانتم يعني انتوا فرد من افراد العائله، انتوا ما كنتوش انتوا عيلتي كلها واهلي كلهم هو انتم. المهم بقى دخلنا على المطبخ بعد ما عملنا بقى، كان يوم القطين دول خلاص مش عامله حاجه غيرهم. دخلت بقى كده ولعت على شويه جمبري، كان عندي حبه جمبري كده حلوين، ولعت عليهم عامل شويه شوربه وعملت جنبهم رز ببصل، ودخلت على خلطه الفراخ على طول. بصوا بقى الناس اللي بتسالني على الفراخ، طبعا شايفين الخلطه دي قدام عينيكم اهي، عباره عن سمسم وحبه بركه وكزبره ناشفه جميله، الكزبره الناشفه للفراخ، وطماطم وشويه نشا ونطره شطه وحبه فلفل اسود. وطبعا الطماطم دي تفل الطماطم اللي احنا عملناه مع بعض، قلت لكم كله املاح معدنيه، وهيعوض الفراخ عن نقص الاملاح، وهيخليهم لا قدر الله الله اكبر ما يجيلهمش افتراس ان هم ينقروا ببعض ويعوروا بعض. فالطماطم دي برضو تفل الطماطم ده مهم. فكل كده ما تضربي طماطم، لو عندك فراخ ما تستغنيش عنه، لو ما عندكيش فراخ اديه لاي حد تكوني تعرفيه يكون بيربي فراخ. تمام كده. عايزه بقى اقول لحد حاجه، اللي بيسالني بيقول احنا بنعمل كل اللي انت بتعمليه يا نودي بس مش عارفه مثلا الفراخ مش قد كده، مش بتاكل كويس. يا جماعه الفرشه والتهويه والتدفئه مش اقل خالص من الاكل والشرب. بصوا بقى السقوه دي انا هعملها لهم عشان الاجهاد الحراري. هي ايه؟ عباره عن نص ميه من الحنفيه على نص ميه ساقعه عشان الميه تبقى بارده ليهم. طبعا الخلطه والسقوه بيبقوا اخر النهار مش بعمل لهم كده، بالنهار ميه بيضه بغيرها كل شويه عشان ما تسخنش من الجو وتعمل لهم اسهال، وبحط لهم علف عادي ومش كتير. يعني الصبح بدري بحط حبه كويسين، لكن وقت اللي هو الحر الجامد بخلي العلف قدامهم قليل، عشان اول حاجه اجوعهم فيحولوا معايا حلو وياكلوا حلو، تاني حاجه عشان ما يحصل لهمش احتباس حراري، لان كتر الاكل في الحر بيعمل لهم اختناق وبيخليهم جسمهم درجه الحراره فيه ترتفع، لا قدر الله ممكن يحصل لهم نافق او يحصل لهم حالات موت مفاجئ. فعشان كده بخلي الاكل اليامه والخلطه والسقوه تكون اخر النهار. السقوه دي طبعا حطيت فيها قرص الريفو ده مع الميه بقى اللي هي تعتبر ساقعه دي، هتروق عليهم كده وهترطب جسمهم. تاني يوم معاكي يقدروا ان هم يقاوموا الحر، لا قدر الله زي ما قلت لكم ما يحصل لهمش احتباس حراري. بس كده حطيت لهم بقى خلطه والسقوه. طبعا انا جهزتها هنا الاول في المطبخ لان انا كنت هنضف لهم، بدخل بقى كل يوم على الله بنضف لهم، بشيل خالص الفرشه وبكنس كويس، ببدر كده بكبشه صغيره من الجير طبعا بينضف وبيمنع اي ميكروبات وفيروسات وبيخلي الدنيا زي الفل. وبفرش لهم فرشه نظيفه، شويه تبن شويه نشاره، في ناس قالت لي على الرمله كمان بس الصراحه ما جربتهاش.
يبوظهاش. وبحط لهم بقى الاكل على نظافه. طبعا زي ما انتم شايفين انا رافعه العلافات على طوب، ابو ادم جايبهولي عشان نرفع العلافات علشان الفرخ يشب كده وهو بياكل، فصدره يملى لحم بقى، ونطلع منه بانيه حلو ان شاء الله كده وندوقكم باذن الله. باذن الله المشروع ده هيتوسع معايا باذن الله. ادعوا لي بس كده دعواتكم، ربنا عالم ان انا بجتهد، وربنا ان شاء الله هيرزقني برزقي ورزق ولادي، ومش هيخيب لي رجاء ابدا طول ما انا ماشيه بنيه سليمه. وان انا ربنا عالم ان انا عمري في ضميري ما كنت اذي حد في حياتي، بس في حاجات اتعلمتها جديد في حياتي، ان انا الشخص اللي انا هاجي على نفسي عشانه يوم ما هو يبقى في مكاني مش هيجي على نفسه عشان خاطري ابدا، بالعكس هيجرحني وهيخليني احس ان انا كاني ما عملتش اي حاجه معاه. فعشان كده بقولك ما تجيش على نفسك عشان خاطر حد. تعالوا بقى اتغدوا معانا، وان شاء الله باذن الله مش هغيب عليكم في الفيديوهات، وكل سنه وانتم طيبين.